طبعا الراعي الرسمي لغدا تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، الكشري. سامعين بقى يا جماعة صوت القرمشة؟ سامعين الجمال؟ بصوا بقى، شايفين شوية الرز بالعدس مفلفل وخطير خطير، شوية المكرونة بقى ميكس كده، مكرونة محمرة ومكرونة مسلوقة، والطبق الأساسي جنب الكشري الطماطم المتبلة. طبعا ما ننساش الصلصة اللي احنا عاملينها بالثوم وبزيت اللي هو بتاع تحمير البصل ده. عايزة اقول لكم شوية كشري والله يجننوا، حرفيا حرفيا. بصوا بقى يا جماعة، طبق الطماطم ده انا ببقى يعني بديل الشطة، بس هو برضو ايه، مش اللي هو مش مشطشط، لا هو مشطشط جدا، بس ايه، الطماطم بتبقى مدية تسكيرة كده مع الشطة، ميكس كده فظيع فظيع فظيع، بيدي تيست الطبق الكشري ملوش حل بجد. بيبقى عامل كده زي كشري المحلات. طبعا انتوا عارفين كشري المحلات بيبقى اطعم لان كميات بتتعمل كبيرة، وبيبقى مطعم من زيت تحمير، كمية البصل المهولة المش طبيعية. فاوريدي يعني طبق الكشري اللي احنا بناكله من بره بيبقى خطير، لكن انتوا لو عملتوا شوية الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي هتاكلوا احلى طبق كشري. نيجي بقى لرصة الطبق. بصوا بقى، انا ببدأ بالرز والعدس. على فكرة انا متعلمة ان لازم العدس يبقى اضعاف كمية الرز، بيدي طعم احلى واجمل، وبيبقى غني كده وبروتين ومنتهى الجمال. شوية الرز بالعدس في الاول خالص كده في الطبق، وبعدين انا هحط بقى ايه، شوية المكرونة دي زي انا ما قلت لكم، في شوية مكرونة كده دي اسمها دودة يا جماعة، بجيبها من عند العطار، المحمرة دي حمرتها في شوية زيت من تقلية الكشري، ومعاهم برضو سباكيتي ومقصوصة. وبصوا بقى الطبق الطماطم المتبلة دي، يا لهوي، ولا كأنه فرخة مشوية قدامي، مش ممكن حلاوته، فظيع فظيع فظيع. المهم بقى يا جماعة، هنحط بقى، نكمل الرصة بقى، هنحط شوية الصلصة الجميل الخطيرة اللي هي متطعمة زي ما قلت لكم من زيت تحمير البصل اللي هو التقلية، مش عارفة بيقولوا عليها في محلات الكشري الورد. تقريبا يعني. المهم بنحط بقى الصلصة بتاعتنا، كتر الصلصة يا ابني. وشوية الدقة بقى فظيعة برضو، انا بكتر لها الليمون جدا، بحبها مزة كده، وبحط فيها كركم على فكرة وكمون وملح وكزبرة ناشفة. شوية بقى الورد واديله ادي. شوية البصل دول اللي فعلا بيطعموا طبق الكشري. بصوا بقى لك وانت تخيلوا كمية الجمال اللي في الطبق، ابداع ابداع ابداع. ده اجمل غدا فعلا، ده طبعا تاني اجمل غدا بعد طبق الفسيخ اللي انا ما قدرتش اصوره لكم. بيتنسف، فسيخ ورنجة يعني. فعايزة اقول لكم ان اجمل غدا بيبقى بعد اشتياق مش طبيعي طبق الكشري ده. انا يعني اتمنى ان انا ارجع تاني اكل كشري في المحلات زي الاول، وانا مدمنة اصلا كشري المحلات، محلات كده معروفة، منهم طبق كشري عمري ما هنسى حلاوته، كشري الخديوي. بصوا بجد يعني من اجمل الاكلات، او اجمل غدا ممكن ناكله في تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، طبق الكشري. عايزة اقول لكم قد ايه استمتعت بطبق الكشري وجماله وحلاوته، بعد بقى ما احنا لما طالعين بقى من العيد لحوم وفراخ والمحمر والمشمر والكلام ده كله. ففعلا الطبق ده بيبقى جاي بعد شوقة مش طبيعية، بناكله باستمتاع، بناكله بحب، بناكله بقى ايه. مش قادرة اقول لكم يعني فعلا. شوية بقى الدقة اللي هي بتبقى نازلة من الطماطم دي، والله العظيم خطيرة خطيرة. انا عايزة اقول لكم انا بشربها، يعني انا بشربها من كتر حلاوتها فظيعة، بتخلي بقى بتنقل طبق الكشري في حتة تانية بجد. بقى عايزه اقول لكم، نسيت اقول لكم معلومه عن التقليه. انا بحب ان انا لما بقطع البصل جوليان بحط عليه شويه نشا، وده سر القرمشه.